السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأخ أحمد الزرقاء الذي ذكرنا سابقا أنه تم بيع ابنه بسبب عدم قدرته على توفير الحليب. الحمد لله رب العالمين تم بناء البيت واستكمال البيت نهائيا كما هو موضح، وفرش البيت بحضور هذا الأخ مدير التحقيقات ضابط التحقيقات بشير الحربي، وهذا والد أحمد الزرقاء، هذه زوجته وهذا بيته. كذلك تم شراء اليوم بعد ما تم استكمال هذا الحمام، هذا المطر دراجة نارية، وهذا الغرفة الأخرى كما هو موضح. كذلك الخزان تم شراء خزان الماء هؤلاء أطفاله. هذا البيت باسم الولد يونس. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله جميعا كل خير. هذا أحمد. يا أحمد كيف حالك يا أحمد؟ ايش رايك؟ ما عدا الذي ناقصك، ما هو الذي سبر لك فاعلين الخير؟ سبروني والله فاعلين الخير، تعاونوا معي بكل جد واخلاص، وحيث انهم قاموا ببناء هذا البيت، وحيث انهم عملوا لي بالالوان، حيث انهم ادوا لي مفيد، وبالاضافه الى الفراش والمتر الدراجة النارية. ان شاء الله من اليوم مساعدا ان انت كنت تطلب الله بالمتر وتشتغل وتشقى على اطفالك باذن الله. نعم. أن كنت سابقا يا أحمد؟ أو كنت سابقا أول مرة في البتروم حق ما مظلم، يعني حيث كانت عيشتي مدهورة ولا أجد أي حاجة. والآن كيف أصبحت حالتك يا أحمد؟ الآن أصبحت حالتي تمام الحمد لله. أختي أشرى، كيف أصبحت حالتكم بعد ما كنتوا علي سابقا؟ جنان حالي الحمد لله، كثر الله خير فاعلين الخير، جزاهم الله كل خير. الأخ من يا سيد الناس؟ مشير الحاج. يعني ايش رايك أحمد؟ كان جاء عندكم مثلا عندكم للتحقيقات ولا أنتم أخذتوا أنتم للبحث؟ والله احنا وصلنا البلد طبعا. هو على أساس إنه أبو الطفل باع الولد، وأمه بحثت عنه ووصل لها كلام إنه مع شخص معين، فراحت على أساس إنه تجيبه. الشخص اللي اشترى الطفل رفض يسلم الولد لأنه ما يعرفش أم الطفل. جابوا له البحث وقالت التحقيقات، وتوصل الموضوع إنه الأب باع ابنه. والحمد لله. كيف أصبح حالها؟ كيف بتشوف حالها؟ الحمد لله ما شاء الله. أحمد يحافظ على البيت وأثاث البيت. نعم، من فاعلين الخير، ويحافظ على أبنائه أيضا إن شاء الله. هذا الطفل يونس كما بتشاهدون الحمد لله. وهذه هي الأستاذة عزة الذي دلتنا على الحالة، الله يبارك فيها ويجزاها كل خير. ما عاد باقي يا أستاذة عزة ناقص؟ جزاه الله خير. الأخ جميل زياد هو الشخص الوحيد الذي قام بالتعاون معنا والتفاعل من بداية البناء. تم بناء المنزل وتأثيثه كامل على حساب الأخ جميل وفاعلي الخير بتعاون الأخ جميل، لأنه الذي وقف معنا، بحيث إحنا كنا في فترة ما استطعناش أحد يوقف معنا في بداية البناء، وقفوا أهل الخير. لكن لما تواصلت مع الأخ جميل زياد، كان الأخ جميل زياد رجل كفاءة، واستطاع أنه يوفر من أهل الخير المساعدة وبناء البيت واستكمال البيت وفرش البيت وتوفير المطر لكي يعير أسرته وتوفير الخزان للمياه، وما زال في دعم مستمر لهذه الأسرة واهتمام كبير من الأخ جميل زياد وكل فاعل الخير، فجزا الله الأخ جميل خير الجزاء هو فاعل الخير. في المقدمة بارك الله في فاعل الخير، وبارك الله فيك يا أختي العزيزة على يعني النظر مثل هذه الحالة، فأنت السبب الوحيد من بعد الله الذي دليتنا على هذه الحالة. وهذا والد الطفل، وهذا والد أحمد جد الطفل أنس. كيف حالك يا عم أحمد ولا اسمك؟ الحمد لله عم ناجي. عمي ناجي، كيف أنت؟ كيف بتشوف أحمد؟ ما عاد ناقصه؟ ما عاد حاجته؟ حاجته إذا يتكلم، إذا حاجته شيء. أنا كيف أشكر تشوف؟ فاعلين الخير وأشكر العاملين عليها وأشكر من سعى وأدى لولدي. كيف أصبح حال أحمد بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وكل حاجة موفر الحمد لله. ايش عاد ناقصك يا أحمد؟ عاد في نقص عليك؟ عاد في حاجة نقص عليك؟ وإحنا قادرين نوفرها من أجل تقوم بالواجب تجاه أطفالك وتطلب الله. ايش عاد ناقص عليك يا أحمد؟ ايش عاد ناقص عليك يا أحمد؟ يعني أقل المطبخ، أقل أدوات المطبخ. إن شاء الله أدوات المطبخ بعد ما وفرنا الخزان. أنا أشوف إن ما عاد ناقص عليك إلا حاجة واحدة، تهتم بنفسك وأطفالك وتشل المطر وتطلب الله عليهم، لأنه ما عاد يلزم شيء أي فاعل خير إنه يزيد يقول لك يزيد يوفر لك قوت جهالك بعد ما
بعد ما قد وفرنا لك الدراجة النارية تطلب الله فيها، والبيت ما عاد شيء إيجار. الحمد لله بيت مكتمل. الله يكتب أجر فاعلين الخير، دعواتكم لهم. بارك الله فيكم جميعا أصدقائي الطيبين، وجزاكم الله جميعا كل خير. أخوكم جميل زياد. ويصلح أولادهم وأنتم كذلك. الله يبارك فيك في المقدمين، وجزاكم الله جميعا كل خير. وتاعبين. تحياتي للجميع، أخوكم جميل زياد.